أكرم توفيق خلص في الشمال القطري، ومراته الجديدة بتلعب دور مهم أوي في القصة، وياسر إبراهيم جاي وراه، وزيزو كمان في الحسابات. في الأسبوع اللي فات اجتمع أكرم توفيق بمسؤول نادي الشمال القطري، واتفق مع أكرم توفيق على تفاصيل انتقاله للفريق الصيف الجاي، واللاعب رحب جدا، وقال كمان مستعد يوقع على العقود الأسبوع ده أو نهاية يناير، وأكد إنه هيكلم الكابتن محمود الخطيب ويترجاه إنه يسيبه يمشي، لأن دي فرصة عمره مش هتتكرر. أكرم توفيق هياخد إجمالي 6 مليون دولار في 4 سنين، يعني أكتر من 300 مليون جنيه، وده يساوي 3 أضعاف من اللي ممكن ياخده في النادي الأهلي. اللاعب أكد لزمايله إنه مش هيفرط في الفرصة دي مهما حصل، وإن أهله كلهم وزوجته نصحوه إن ما يضيعش فرصة عمره دي، ويروح قطر الصيف الجاي يأمن حياته ويأمن مستقبله ومستقبل أحفاده كمان. أكرم قال لزمايله ما عادش في حاجة في الأهلي محققتهاش، فزت بكل الألقاب وعملت تاريخ كبير، ومش ناقصني نجومية ولا جماهيرية، ودي مرحلة لم الفلوس وتأمين المستقبل. اللاعب قال كمان إن الناس في نادي الشمال بيبنوا فرقة قوية جدا، وهدفهم يشاركوا في كأس العالم للأندية 2029، والسنة الجاية في خطتهم يضموا ياسر إبراهيم، وهيقدموا عرض لإبراهيم عادل، وبدأ الكلام مع أحمد سيد زيزو وبنسبة كبيرة هيوافق. هم مختلفين بس عن مليون دولار في الراتب، وممكن تخلص إن كل طرف يتنازل عن نص مليون دولار. السنة الجاية الفريق هيبقى فيه ياسر إبراهيم وزيزو ولاعبين محترفين أقوى، وهنقدر نفوز بالدوري القطري، وبعدها هنركز على دوري أبطال آسيا خلال ال3 سنين اللي بعدها، ونقدر وقتها نكون في المونديال إن شاء الله. إنما هنا خلاص ما عادش فيه حوافز ولا أهداف جديدة، ده حتى كاس العالم 2029 إحنا بقينا ضامنين المشاركة فيه، والإدارة مفيش في نيتها إنها تجدد الفريق أو تقويه، وشوية وكولر هيمشي، الدنيا هتقع، ولسه بقى هنبتدي من جديد مع حد تاني. بصراحة أنا متحمس إني أخوض تجربة جديدة في مكان جديد بروح جديدة، وعيلتي كلها معايا في الفكرة. أكرم ختم كلامه لأصحابه وقال لهم إني ليه شرط وحيد عند مسؤول الشمال، وهو إنه يلعب كاس العالم الصيف ده مع نادي الأهلي، وبعدها يتضم لهم، ووافقوله عن الفكرة دي، وخلال ساعات هيكلم الخطيب ويحسم القصة ويبلغهم بالخطوة الجاية. في الناحية التانية بقى ياسر إبراهيم لما اتسأل قال إن فعلا في حد كلمه، وطلبوا منه يجتمعوا بيه الأسبوع الجاي في فندق في القاهرة عشان يتكلم معاه عن تفاصيل العقد اللي هيقدمه الشمال. أما زيزو فهو لسه مصمم على 3 مليون دولار. مسؤول الشمال القطري هيقابله في خلال أسبوع، وهيقدم له عرض ب2 مليون ونص دولار سنويا، يعني إجمالي 10 مليون دولار في 4 سنين، ومتوقع إن يقبله، خاصة لما يعرف إن هيكون معاه لعيبة مصرية زي أكرم توفيق وياسر إبراهيم، ويشوف مشروع الفريق القطري وخطتهم في المشاركة في 2029، وخاصة إن الزمالك مش باين له ملامح النجاح، وفرص صعوده للمونديال صعبة جدا، والفريق كل يوم أسوأ من اللي قبله.